عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام يفيدك. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف وكيعني بزاف الفئات: نساء، رجال، أطفال، مراهقين. اليوم غادي نهضروا على كيفاش تكسب الثقة في النفس وتكون عندك شخصية قوية بدون تصنع وبدون ما تبان قاسي أو تباني قاسية. كاين فرق كبير بين الشخصية القوية والإنسان اللي كيغوت بزاف ولا كيبان متسلط. الشخصية القوية الحقيقية كتبان في الهدوء، في طريقة الكلام، في الاحترام ديال النفس، وفي الحدود اللي كيديرها الإنسان مع الناس. أول حاجة خاصك تعرفيها: الثقة في النفس ما كتجيش في نهار واحد، هي كتبنى شوية بشوية من التصرفات الصغيرة اللي كديري كل نهار. نعطيك مثلا إلا كنتي ديما كتعتذري على أي حاجة وحتى وانتي ما غلطاش، إلا كنتي كتخافي تعبري على الرأي ديالك، إلا كنتي كتقيسي القيمة ديالك برأي الناس، فهنا الثقة بالنفس كتبدا تضعف. الشخصية القوية كتبدا ملي كتولي عارفة شكون نتيا، عارفة شنو كيعجبك وشنو ما كيعجبكش، عارفة الحدود ديالك وما كتبقايش كتبدلي راسك باش ترضي الجميع. من أهم الحوايج اللي كيقويو الشخصية هو أنك توفي بالوعود اللي كتعطي لراسك. مثلا إلا قلتي غادي نبدا الرياضة، بداي. إلا قلتي غادي نحبس نهضر على راسي بطريقة خايبة، حبسي. حيث كل مرة كتخلفي وعد مع نفسك الثقة في النفس كتنقص. حتى طريقة الهضرة ديالك مهمة بزاف. ما تبدايش أي جملة يمكن تكون غلطة، ما عرفت واش كلامي مهم، سمحي لي غير غادي نقول. لا، قولي رأيك بهدوء وثقة. ماشي ضروري الناس كاملين يتفقوا معاك باش يكون عندك الحق في التعبير. آراء الناس كتختلف وكل واحد والرأي ديالو. وحاجة أخرى مهمة: ما تقارنيش راسك بالناس. انتيا شخصيتك لنفسك والناس شخصيتهم لنفسهم. السوشيال ميديا خلت بزاف ديال البنات يحسوا بالنقص حيث كيشوفوا غير الجانب المثالي ديال حياة الآخرين، والحقيقة أن حتى الناس اللي باينين واثقين في راسهم عندهم مخاوف ومشاكل. الثقة الحقيقية هي أنك تبقي مرتاحة مع راسك وحتى إلا ما كنتيش كاملة أو مثالية، حيث الكمال لله سبحانه وتعالى. الشخصية القوية حتى هي كتحتاج الحدود. تعلمي تقولي لا بلا خوف. أي إنسان كيستغل طيبة القلب ديالك وكيحسب الطاقة ديالك، خاص تكون عندك الجرأة تبعدي عليه. ومهم بزاف تهتمي براسك، بشكلك، بصحتك، وبطريقة اللباس ديالك، بطريقة الجلوس والمشي ديالك. ماشي باش تعجبي الناس، ولكن حيث الإنسان اللي كيهتم براسه كيحس بالقيمة ديالو كتزيد كتكبر. وآخر حاجة: ما تخافيش من الغلط. أي شخصية قوية دازت من بزاف ديال مراحل ضعف، إحراج وفشل. الفرق الوحيد هو أنهم ما حبسوش وما استسلموش. كل نهار ديري خطوة صغيرة وتعلمي حاجة جديدة، عبري على رأيك، واجهي خوف صغير، ومع الوقت غادي تلاحظي أن شخصيتك ولات أقوى وحضورك ولا مختلف. وديما تذكري: الثقة بالنفس ماشي أنك تكوني أحسن من الناس، الثقة بالنفس هي أنك تعرفي القيمة ديالك حتى في الأيام اللي ما تكونيش فيها كاملة. عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، نتمنى كلامي يكون فعلا فاتكم. شكرا لكم على الاستماع، وإذا عجبتكم الحلقة نتمنى تشاركوها مع ناس آخرين، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.